شهد العالم في القرن السادس الميلادي صراعا شديدا بين قوتين عظيمتين، هما الفرس والروم، فقد كانت كل منهما تسعى إلى السيطرة على العالم. فسيطر الفرس على العراق وإيران وأرمينيا وغيرها من بلاد المشرق، وكان حكامهم من الأكاسرة يدعون أنهم من نسل الآلهة، وجعلوا الناس يعظمونهم ويسجدون لهم. وسيطر الروم على مصر والشام وآسيا الصغرى وبعض أجزاء من شمال إفريقيا، وكان هدفهم احتلال الدول وإذلال الشعوب ونهب خيراتها. أما العرب فقد عاشوا في شبه الجزيرة العربية، وهي بلاد ذات طبيعة صحراوية نادرا ما تسقط فيها الأمطار، باستثناء إقليم اليمن الذي اشتغل أهله بالزراعة، مما ساعد على قيام حياة مستقرة، في حين قلت الزراعة أو كادت تنعدم في بقية أجزاء الجزيرة. وقد عرفت بلاد العرب قبل الإسلام ألوانا من الحياة السياسية المنظمة إلى جانب النظام القبلي، فقامت في اليمن دول كثيرة متعاقبة، ونشأت إمارات عربية في شرق شبه الجزيرة، واختلفت الحياة الاجتماعية من مكان إلى آخر باختلاف حياة الحضر والبدو. وعرف بعض العرب التوحيد على الرغم من انتشار عبادة الأصنام، فظهر جماعة من الحنفاء الذين لم تقبل عقولهم عبادة الأصنام، فاعتنق بعضهم المسيحية، وترقب بعضهم الآخر ظهور الدين الحق، كما عرفت اليهودية والمسيحية طريقها إلى بلاد العرب، فتركزت المسيحية في نجران، في حين استقرت اليهودية في يثرب وخيبر وتيماء. وتفوق العرب في علم الأنساب، كما برعوا في ميدان الشعر والخطابة.